ممكن الواحد يوقع عشان هيك بلدية باي باي. شكرا ادرم. باي باي. اوكي صاحب القبضة الفولاذية. السلام عليكم، معكم براق بفلوج جديد. كيف حالكم؟ ان شاء الله تمام، ان شاء الله كويسين. اليوم الفلوج هو اول فلوج الي بتركيا. انتقلت من مدينة اسطنبول لمدينة هيك بعيدة شوي عن سيرت، هيك شيء. هاي المدينة اللي فيها اوراق حكومية وهي الامور. حاليا عايش مع شخص رح اعرفكم عليه بالفلوج. صراحة ما كنت ناوي اصور بهي المدينة شيء، بس بعدين يعني جيت لقناعاتي كل مكان بالدنيا واي مدينة بالدنيا فيها شغلات حلوة تتصور وفلوج ممكن نصوره. طيب خليني اعرفكم على الشخص اللي عايش معه، وعندنا صديقنا تركي جاي معه، فخليكم مع الفلوج. وبس والله حاليا مع الشباب. عثمان، كاول ظهور لك على اليوتيوب ايش تحب تقول؟ جنايدن. لا بنعرف انك عربي يعني ما يحتاج. طبعا عثمان من المغرب، كان بغيكم بزاف اهل المغرب. هي الكلمه اللي بعرفها. ومعنا الشاب هون، شو كان اسمه؟ امير جان من سيرت تركشي. evet. çok güzel. حاليا رايحين على المول، الدنيا عم تمطر ويب. يلا نجرب هاي، نشوف مين اللي كفه اقوى. انت راح تبدا، يلا اكيد كل واحد راح يصور الثاني. لا خليني انا الاول. يلا انت الاول، نحط لها ليره. يلا سوي ستارت. اوكي لنشوف كم بجيب وانا كم بجيب. فتت بالحيط. اوه شيت، 1400. اوكي النتيجة موجودة. يلا دوري. انت جبت 1400. اكثر مني يا رب. اكثر يا حبيبي، انا عديتك بمراحل. انت وين وانا وين يا رجل؟ انت وين؟ اي واحد بيسوي معك مشكلة شيء يعني. انا سبايدر، مو سبايدر، شو اسمه؟ صاحب القبضة الفولاذية. صراحة هاي الأجواء المفضلة عندي، مطر خفيف وشي جميل. الجو هذا يعني هو المفضل عندي. بخبخة هيك بسيطة من مطر وجو هادي، ما في ولا سيارة. رجعت لكم باليوم الثاني، واليوم مع الشباب رايحين برحلة لمكان مشهور بسيرت. سي هاي شباب، شلون تنقل؟ هاي بالتركي كيف هاي؟ ابت هاي. حاليا متوجهين لمنطقة مشهورة جدا بسيرت، ومجهز الكام انا مشان ناخذ لقطات فوتوغرافية. على العموم ان شاء الله راح يكون فلوق ممتاز. كل مكان في اماكن حلوة وسياحية. فبسيرت حاليا رايحين مثل نهر مشهور جدا بنوثقه بنجان. اخذنا تاكسي طبعا مع الشباب. افضل شيء دائما تاخذ ناس من اولاد المدينة او اولاد البلد اللي انت فيه مشان يعرفوك على الاماكن الحلوة. شو اسمك؟ اسم أرسيس. شو جوزيل. شكرا لك. وانت شو اسمك؟ بارش. اوكي اليوم طالعين مع أسيس وبارش مشان نروح للمكان. المكان الطبيعة فيه خلابة جدا، يعني الطبيعة فيه جبال، شيء جميل جدا وعن جد شيء رائع. جينا هذا المكان وبدنا نطلع لفوق السور مشان نقدر نتصور هنيك بالقرب من هؤلاء الناس. اوف انا معي كاميرا يلا يا فش بسم الله. الله على الطبيعة هون، يعني في مناظر خضار رهيبة. بتشوفوا المنظر عن جد شيء رهيب صراحة. يعني أنا من النوع اللي بحب الطبيعة كثير، وهي الأماكن بتعجبني. فهذا الوادي صراحة يعني مو كثير شايف منه بحياتي أنا. هون المنظر كمان بيعطي شيء حلو، بس الواحد المشكلة ما بيقدر ينزل لهون مشان يقدر ياخذ لقطة حلوة. ومع هي الإطلالة بتجيك روعة الاستثمار. يعني هي القهوة الله أعلم قد ايه بتحقق أرباح من فنجان شاي أو فنجان قهوة على هي الإطلالة. طبعا تعرفنا على الناس هون جداد، فهذا الأخ طبعا ما قصر، بضل بيقولون هذا يوتيوبر، فضحنا. اوكي يلا باي باي. شكرا ادرم. باي. اوكي شكرا ادرم. الناس كثير طيبين، بس هذا فضيحة. كل ما نمشي عند واحد تركي بيقول له هذا يوتيوبر، لكن الزلمة التركي طيب. لا هو راح يفهم اللهجة اللي بحكيها بالمقاطع ولا شيء يا اخي. خف علينا مشان الله. يا جماعة صورنا هون صور كثير حلوة، وساعدنا هون كثير ساعدونا الشباب. شو كان اسمك؟ اسم عزيز. الاخ عزيز ساعدنا كثير وما قصر ابدا. çok teşekkür ederim عزيز. Evet. Belediyesi Siirt. Ne closet ne? Aynen. Ne closet? Ne yaptın? düşmesin diye. İntihar. Evet مشان الانتحار. عم يقول لنا مشان الانتحار. evet. والله الشباب عسل يعني، بالرغم من انه ما بيعرفوا عربي بيحاولوا يفهمونا بقدر الامكان.
عم بيقول لي انه هون ممكن الواحد يوقع، مشان هيك البلديه مسكرتها انتحار. جينا لهون مع الشباب، هي الشباب رح ندخل معهم على القهوه حاليا. فيا جماعه هون ما في كهرباء، فمشغلين مولده. يب هذا شكله من الداخل مع الاطلاله، شيء رهيب. ابت هون القعده على المنظر هذا لايف. الشباب ما قصروا ابدا، اخذونا لهي الاماكن الرائعه جدا. وهلا بدنا نشرب شاي. اخذت لقطات كثير حلوه للانستغرام مع الشباب طبعا. هذا اورتا ما اخذت لقطات كثير حلوه للانستغرام مع الشباب، فتابعونا على الانستغرام، انستغرامي ظاهر امامكم. حاليا اجى وقت الغروب وللاسف شحن الكاميرا راح يخلص، فما راح اقدر اكمل الفلوج من هون. راح اروح هلا وارجع لكم اتوقع بوقت ثاني اقدر اشحن فيه الكاميرا. رجعت حاليا على البيت وباقي انه نام واصحى بكير بكره، لانه بكره عندي طياره على اسطنبول. طيب يا جماعه تصبحوا على خير، نتكلم بكره. صباح الخير، صحيت وهلا صار لازم ضبط اموري واغراضي واطلع. بس في شغله لازم اعملها قبل ما اضب اغراضي. الشخص المغربي اللي قاعد معه البيت قايم قاعد، فمن باب رد الجميل للشخص الاخر لازم اضطر المطبخ واطلع، مشان يعني يكون الواحد رد شوي من الجميل اللي عمله معنا. جريت له الجليات، ظبطت له الامور والغاز وكل شيء تمام. في نصيحه بسيطه عندي يا جماعه، دائما بس واحد يعمل لك خير لا تخليه يوقف، اعمل اقصى جهدك انه يستمر هذا الخير. يعني مثلا هذا الشخص قعدني ببيته، لازم اعكس احسن صوره عني انا وطالع، بحيث انه ما يقول والله انا يا ريتني مو قاعد. لازم ابدا هيك الكلمه ما نسمعها، بالعكس لازم نحفزه يعمل اكثر واكثر، يعني يساعد ناس اكثر، يمشي بهي المواضيع اكثر باحساننا له. بالتالي نحن كمان لما حدا يعمل معنا شيء معين لازم نعمله معه ومع غيره، مشان ما توقف. مثلا على سبيل المثال هو استقبلني ببيته، انا بالمستقبل راح استقبله ببيتي، ولو اجى واحد ثاني راح استقبله ببيتي. يعني لو مو شرط ترد الخير لنفس الشخص، لا لاشخاص ثانيين، وهيك راح تلاقي الخير مستمر والمساعده موجوده. اهم شيء تخلي على طول صورتك حسنه بوجوه الناس. مجرد نصيحه بسيطه عن الصبح، وهلا بدي كمان اضب اغراضي. الشنطه جاهزه، منتظر عثمان. يلا تعال صباح الخير. سوري والله على الغلاظه، صحيناك من النوم يا طيب. يلا مثلا عندنا اي باك جيب هاك. والله ما قصرت يا عزيزي، وعن جد راح اشتاق لك. والله ما قصرت عن جد بكل القعده، كانت قعده ممتازه يا عثمان الحب. راح اشتاق لك اكثر، بس راجع لك اكثر بالغصب يعني. حاليا وصلت الطياره وباذن الله حاليا متوجه لاسطنبول. وصلت اسطنبول يا جماعه وطلعت برا المطار، جيت لمنطقه تقسيم. حاليا بعد ما وصلنا لمنطقه تقسيم بدي اشوف صديقي اللي عن جد انا بسببه جاي صراحه بهذا الوقت. كان لازم اجي بعد، بس بسببه انا جاي هلا. هو بمنطقه اسمها الفاتح، انا رايح على الفاتح هلا، رح اشوفه هنيك. وصلت حاليا الفاتح وهذا المسجد، وهي النافوره اللي قدام المسجد. الاجواء صراحه روقان. هذا المسجد صراحه بدي افوت له شي مره، ما جربت افوت له ولا مره. ويب بانتظار فايز، هلا بتشوفوا مين فايز. في شغله حلوه بحبها بتركيا، انه الكراسي تبع الشوارع على طول بس تضيع بتلاقي مكتوب اسم المدينه او المنطقه اللي انت فيها. باسطنبول مثلا انا هلا بالفاتح، فمكتوب فاتح بلديسي، شيء جميل جدا. اهلين ومرحبتين والله. الحمد لله والله مشتاق يا معلم، مشتاق. على فكرة يعني اليوم السيد براق المحترم يعني لقيته انا بجدة تاريخ ممكن شي قبل شهر 20. كان الاخ المواطن هون طلع قبلي على تركيا وانا جيت على اسطنبول وهو مو فيها. والحمد لله التقينا. رحنا تغدينا مع فايز والله، وجينا بعدين على ترى ما بحكي لك قصة يعني، انت لازم تعطي ردة فعل. المهم جينا على ميدان تقسيم. صحيح بدنا نركب هذا الباص، بدنا نحاول نركب هذا اللي بيمشي بنص تقسيم، اللي بسموه مدري شو، مثل باص بيجي لونه احمر. بدنا نجرب نركبه. وبس والله حاليا جينا على البيت، غيرنا الملابس مثل البيت، هو مو بيت طبعا، اخذين غرفة فندق مشتركة لشخصين نمشي امورنا فيها.
تطلع رخيصة صح؟ مزبوط. تمام. المهم جديد على اليوتيوب لسه ما بيعرف يعطي رياكشن مزبوط، مو مشكلة شوي من عنا. المهم لو عجبكم المقطع اعطوني لايك، الفلوج مو المقطع. طبعا صار طويل شوي يمكن ما بيطولوا اكثر، فبلا ما كتر كلام. ثبات السوشيال ميديا كلها قدامكم ظاهره هون او هون او هون عادي. روحوا تابعوني بالانستغرام، راح رد على الكل لانه انا عن جد اخر فتره عم رد على الكل لانه فاضي كثير. سناب شات لو حابب انك تتعرف علي اكثر، انشر يوميات بشكل يومي على سناب شات. تويتر ما بستخدمه كثير، بس اذا بدك تعال عادي يعني. يلا مع السلامه، بيس اوت.